الفيديو ده أنا جاي أناقشكم فيه يعني قصتي وليه أنا باكره شركة بوكو، لإن بصراحة اللي متابع القناة عارف إن أنا يعني كنت باحب الشركة دي عادي، واشتريت تليفون ليها وكنت مبسوط معاه جدًا، ولكن ده اللي هنعرفه بقى في خلال الفيديو، في خلال قصتي دي. فلو أنت مهتم أو مش مهتم برضه عادي ممكن تدعمنا بلايك وتعمل شير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. بُص يا صاحبي، أنا من حوالي أكتر من 3 سنين كده اشتريت البوكو X3 Pro للي متابع القناة، وعملت له فيديو وكان فيديو حلو جدًا، وعملت له بيه رولز جامدة ومش عارف إيه، وكنت مبسوط بيه جدًا، وكان سعره ساعتها 4600 جنيه فين الأسعار دي والله! معالج بقى سناب دراجون 860 أكيد مش هاكلمكم على بوكو X3 Pro لإنه يعني أشهر من نار على العالم، واللي متابع برضه القناة عارف إني عملت له بدل الفيديو 2 و3 حاجات باعملها مع البوكو اكس 3 برو بتحافظ على البطاريه بتاعت بوكو اكس 3 برو. الريفيو بتاعه بوكو اكس 3 برو بعد استخدام اكتر من سنه، موبايلي بقى الشخصي وبعمل له فيديوهات بتاعتي يعني براحتي. بعد برضو ما الموبايل قعد فتره مع الناس وكده ابتدى الناس تتضايق منه، فابتديت انا اتفاجئ اللي هو الموبايل معايا زي الفل وما فيش فيه اي مشاكل. بس في ناس بتشتكي السوفت وير فيه حاجات متخلفه مش عارف ايه تقطيعات بتاع. تمام، انا بالسوفت وير كنت دايما حاطط امل ان عادي ممكن في لحظه الشركه تنزل سوفت وير ابديت يحل المشاكل دي، وكان بتحصل فعلا يعني، كان كل فتره بينزل سوفت وير ابديت بيحل حاجه بيبوظ حاجه يعني عادي. فما دام سوفت وير تمام انا شاريه وانا عارف انا رايح يعني ايه. قلت في شويه مشاكل ولكن الهاردوير اهم حاجه بقى، معالج سناب دراجون وبص العب كل حاجه على اعلى حاجه وبتاع، موبايل ب 4600 جنيه. فانا كنت من الناس اللي بتدافع عن التليفون، يعني اللي هو انتوا يا جدعان انتوا بتقولوا ايه، التليفون جامد جدا وبلعب بقى زي ما انا عايز وبدوس عليه زي ما انا عايز كنت بمنتج برضو شويه فيديوهات بسيطه عليه وايديت صور ومش عارف ايه وسوشيال ميديا حاجات كتيره. فكنت لما لقيت الدنيا قوي كده يعني قلت يمكن التليفون اللي معايا زي الفل والتليفون المودلز اللي معاهم مش تمام او فيها حاجه. بس لقيت ناس كتيره بقى، جروب الفيسبوك في جروب بوكو فون، وفي حاجات كتيره بقى الناس بتشتم بقى وانا عادي يعني ما حصلش اي حاجه. بس استيل لحد دلوقتي او لحد الفتره دي مشاكل عاديه يعني، مشاكل مستفزه، مشاكل حاجات، بس في الاخر برضو ايه سوفت وير وكده. ما هوش الموبايل بيبوظ يعني ولا بيفرقع، لحد لما واحده واحده ابتدى الاقي في ناس تقول ان هو جاب معاها بورده. انا اصلا يعني كواحد بتاع تك والله انا ما كنتش عارف الموضوع ده يعني مدركه على اساس ان هو ايه تليفون ونازل من الشركة، طبيعي ان هو بيتجرب، طبيعي ان بيحصل عليه تيست تقيل قوي، فبيشوفوا الحرارة بتاعة البروسيسور، فبيشوفوا التبريد بتاعه، فالحاجات دي اكيد بتتجرب يعني. فانا مش فاهم يعني ايه جاب بوردة دي يعني بالنسبة على تليفون انا ما كنتش سمعتها قبل كده يعني. فجاب بوردة دي يعني التليفون باظ، فدي بقى راحت حتة تانية خالص، ما بقاش سوفت وير بس ولا في مشاكل بتبوظ عليك التجربة شوية، لا ده يا باشا التليفون راح يعني باظ. فبرضه لما ابتدى في الاول انا لسه مش فاهم أوي او مش مدرك الموضوع ومش فارق يعني، التليفون يا باشا تحت ايدي انا بستخدمه ودايس عليه وشغال عادي، لحد بقى ما لقيت ايه الموضوع واحده واحده ابتدى يكتر، ابتدى يحصل مع ناس كتيره جدا. يعني ايه اصلا تليفون يجيب بورده وهو نازل من الشركه، والشركه مثلا ما يعني ما حصلش مثلا تعويض او ايا كان، لانها يعني ده عيب مصنع، عيب شركه، انا مش عيب استخدام يعني. انا كنت في الاول برضو كنت من الحجج بقول اكيد اكيد الناس دي رغم ان انا كنت دايس على وشه اصلا، بس برضو بقول يمكن الناس دي كانت بتهلكه جامد قوي بشكل مش صح، يمكن الناس دي تستخدمه استخدام مش منطقي او استخدام غلط خالص. حجج بقى وبتاع، لان التليفون تحت ايدي زي الفل انا فارمه، وهو طلعت بقى عملت فيديو اللي هو استخدام بعد اكتر من سنة، بحيث ان انا يبقى اكد بقى الموضوع يا جدعان التليفون انا معايا زي الفل ما حصلوش اي حاجه، في حاجات غريبه بتحصل ساعات سوفت وير ده طبيعي والناس عارفه كده وبتاع، لكن ما جاليش بورده او مش عارف ايه. كنت طالع بحكي بصراحه ان بعد فتره بقى دي كان اكتر من سنه كان نزل كذا سوفت وير ابديت وبتاع، فالتليفون بقى جامد بقى اجمد من ساعه ما انا كنت اشتريته، بقى اسلس من ساعه ما انا كنت جبته. فطالع بقى بدافع عن التليفون عادي، انا التليفون انا فعلا بستخدمه، التليفون الشخصي. فطالع بدافع عنه ان هو فعلا قد ايه تليفون جامد، بقى جامد اكتر من ساعه ما اشتريته اصلا، بقى سلس بقى مش عارف ايه بتاع انيميشنز بقى وميو اي مش عارف 12. فزلت انا مش فاهم برضه، قلت لحد بقى ما ايه حسيت ان ايه، قلت فعلا ايه لا هو اكيد الموديل بتاعي
ما فيهوش اي حاجه، والمودلز التانية دي مثلا فيها عيب صناعي. لحد بقى بعد ما اشتريته كده بحوالي سنتين، بدأ هنا بقى ايه يحصل حاجه بقى غريبه. انت تخيل انت يحصل ايه. قاعد بفتح لعبه كلاش اوف كلانز، لو حد يعرفها ومنكم كتير يعرفها. لعبه مش لعبه اصلا، يعني هي حاجه ما فيهاش يعني، لا هياش حتى بابجي ولا كول اوف ديوتي، ولا رغم التليفون ده اصلا بيشغل فورتنايت وبيشغل حاجات العاب جامده جدا. يعني كلاش في كلانز يا باشا بفتحها وقاعد عليها، بشوف يا باشا المدينه بتاعتي الجميله اخبارها وبتاع. فلقيت لك مره واحده كده ايه، تليفون جاب شاشه رصاصي وخط كده في النص بالطول اخضر ولا مش عارف ايه، شويه وفصل. ايه يا باشا ايه اللي بيحصل؟ مش عارف. بدأت انا بقى احطه في الشاحن واشيله من الشاحن، احطه من الشاحن واشيله من الشاحن، وادوس على الباور واعمل مش عارف ايه. في الاول ادوس على الباور يفتح يظهر لي اللوجو بتاع بوكو وبتاع اندرويد، ويفضل ثابت على بوكو، يفضل ثابت على بوكو حبه، فاهم؟ ويفتح، اقول مش عارف إيه، اجي امسكه الاقيه فصل، ادوس بقى باور، تيجي تاني بوكو، ماشي تمام. المهم ان انا في الوقت ده بقى قلت ايه، ان يعني برضو ايه تخريفات، بس بدأت تقلق جامد قوي، يعني ما بقتش سوفت وير قوي، بس برضو ايه انا لسه قلت ايه ده بتاع كده وهيفتح عادي ومفيش اي مشكله. بس الموضوع بقى انا مش عارف استخدم التليفون. انا ساعات بيجيب لي على البوكو وبتفضل ثابته، مش فاكر ايه اللي حصل بالظبط. قعدت فتره تقريبا كده يومين يعني 3 ولا حاجه، قعدت احاول. في مره التليفون فتح وقعد حوالي معايا اسبوعين 3، رجع تاني عادي، بس انا برضو مقلق طبعا وفي حاجات، بس هو شغال وبستخدمه عادي وماسكه. واسبوعين 3 تقريبا شهر حاجه كده انا بستخدمه ورجع تليفون عادي. بس انا برضو انا مش فاهم ايه اللي حصل. التليفون بعد ما حصل كده ورجع اشتغل تاني، رجع بقى نفس الحاجه بس فصل بقى خالص، شكرا. ما بيجيبش بوكو وبيثبت، وبعديها بفتره ما بقاش يجيب حتى بوكو، ما بقاش يفتح اصلا. انا بقى طبعا فتحت بقى جروبات وبتاع وبشوف، هو ده يا باشا كل حاجه بتقول ان هو جاب بورده. اروح يا باشا الفرع بتاع شاومي، طبعا لان بوكو تبع شاومي، فرحت للضمان بتاعهم، كلمتهم ايه يا باشا التليفون حصل فيه كذا 1 2 3، دي بورده يا باشا. طيب يعني ايه؟ طيب يعني التليفون شبه، طب هيكلف كام؟ يعني ساعتها بقى كان بدأ الدولار يرفع شويه في التليفون، مبقاش سعره يعني 4600 ومش عارف ايه وبتاع. فمثلا انا قلت ايه، 1000 بتاع، يعني 1000 ونص، 2000 يا عم يعني، بس كده هنبقى دافع نص سعر التليفون بقى، مصنع بقى فاهم بتاع يعني من اول وجديد. اكتر من كده مفيش، انا هو انا عامل حسابي اسمع حاجه في الرينج ده. ف مش فاكر ساعتها الرقم اللي هو قاله لي، بس اللي انا فاكره ان انا كنت راجع من الكليه حاجه كده، فكنت تعبان اساسا. بس خدت الرقم، يعني سمعت الرقم كده وانا هو قال كده فعلا. قال رينج حوالي مش عارف 10000 11000، رقم كده غريب اصلا. انا مش فاهم مين ممكن يصلح تليفون بالرقم ده، تمام؟ غير ان انا شاريه بكذا ومش عارف ايه، ما اروح اشتري تليفون جديد. انت بتقدم لي ايه؟ المهم بقى ان انا قعدت ايه، يعني طبعا خدت لي كده فتره صدمه، يعني مش معايا، ما بقاش معايا تليفون اصلا. فخدت لي شويه كده، وبعد كده ايه بقيت اشوف بقى إيه الدنيا. المهم ان انا فتحت جروبات برضو بتاعت بوك وكده، قعدت اتطقس شويه اشوف ايه يا جدعان، طب اللي ما دام ناس كتير حصل معاها كده بقى. طبعا كل بقى اللي انا كنت فاكره بقى ده ان الموديل بتاعي هو طلع عادي، يعني هي ماشيه كده. يعني انا اعرف واحد صاحبي حرفيا لحد دلوقتي، شوف الكلام ده بقى له قد ايه، واحد صاحبي معاه دلوقتي التليفون، وكان جايبه معايا، يعني كان جايبه في نفس الفتره معايا، يعني بقى له معاه دلوقتي حوالي 3 4 سنين من ساعه ما نزل. بيلعب عليه جامد جدا، ده بيلعب تقريبا كان بابجي شبه كل يوم، يعني الجهاز بيسخن وبتاع. اللي برضو عارفين الجهاز كان بيسخن، ولكن شغال معاه زي الفل، شغال معاه لحد النهارده، ما عملوش خالص، ما جابش بورده دي ولا صلحه ولا عمل، هو شغال معاه سبحان الله. فالمهم انا فتحت الجروبات كده واشوف ايه الدنيا، فلقيت ايه في مكان في المعادي اسمه فيكس كورنر. ده يعني مش سبونسر طبعا ولا اي حاجه، محدش يعرفني اصلا، محدش يعرف ان انا بعمل الفيديو ده، والكلام ده زي ما قلت لكم حصل من فتره طويله. فالمهم ان انا فيكس كورنر ده لقيت كده كذا حد بيقول لي بتاع، انا بسال انا عايز اشوف مكان تصليح خلاص بقى، مش التوكيل ولا بتاع، رغم ان انا كنت عايز اودي التليفون للتوكيل يعني حتى لو حصل له حاجه. المهم ان انا يعني فيكس كورنر ده بقى لقيت ايه، انا كتبت على الجروب انا عايز مكان بيصلح الكلام ده بقى مش في التوكيل، ويكون موجود في القاهره وبتاع. ناس كتيره بقى ايه لقيتها بتقول لي فيكس كورنر، مفيش مشكله يا باشا نروح المعادي ونركب المترو الجميل. ورحنا على المعادي،
يا باشا التليفون كذا كذا كذا. بص خبره بقى، عدى عليه تليفونات كتيره حصل فيها نفس الموضوع. اخدت قعدت اتكلم معاه واخد ودي كده شويه ومش عارف ايه. فباشا التليفون كلف كام؟ مش عارف، باين ساعتها دفعت 1000 وشويه حاجه كده. ف يعني قلت بقى 11000 ومش عارف ايه احيي التليفون. انا بقى في الفتره دي اصلا يعني قلت خلاص انا صلحه كويس يعني وابيعه، وبفلوسه بقى دي بيبقى ازود عليها واجيب تليفون تاني واشوف ايه الدنيا. يعني خلاص انا فقدت الامل كده كده. انا مش هقدر، من الناس اللي عندها وسواس شويه، فمش هقدر امسك التليفون احس ان هو ممكن في اي لحظه يفصل. المهم ان هو تمام هيتكلف كذا ومش عارف ايه وبتاع، يقعد يومين. فلقيت ان ده يعني وضع طبيعي، هو بيفك البروسيسور ومش عارف بيحط معجون حراري ايه وبيعمله بيلصمه. ولكن يا باشا انت هتاخد التليفون من هنا، ممنوع يا باشا تلعب، ممنوع تتقل عليه، ممنوع طبعا ترندر ولا تعمل اي حاجه، ولا حتى تفتح كاميرا فتره طويله جدا. وحاجات بقى كتيره اللي هو قلت له هستخدمه ازاي. يعني قلت له طب الالعاب الخفيفه اللي هي حاجات زي كلاش في جلانز وكده، الفتره دي كنت بنزلها عادي يعني. فقلت له طب الحاجات اللي زي كده اصلا ما قال لي لا. قلت له انا هاخد الموبايل اعمل بيه ايه؟ يعني هو لما اخده كده فيسبوك بس ويوتيوب وانستجرام وواتساب، طب ما اجيب تليفون ب 2000 جنيه عادي وهيعمل لي الكلام ده كله احسن. فانا دافع تصحيح اصلا ب 1000 وشويه ولا 2000 جنيه. فليه يعني؟ حسيت ان هو بيقول لي ايه، ومن الاخر هو تلصيم، هو منظمه اي حاجه هتزود الحراره وتشغل البروسيسور. الكلام ده هيحصل تاني، ولو حصل تاني فكره ان هو يتصلح قليله. يعني يا باشا لو حصل له كده تاني تقدر تقول ايه، يعني كانه كده عربيه جابت وش سلندر مرتين، لو جابت التالت خلاص ماتت. فهي حاجه زي كده. فانا خدت تليفون منه، هسيب لكم برضو اللينك الصفحه بتاعتهم تحت في الديسكريبشن، يعني عشان عايز يعرف بتاع لسه معاه التليفون وكده برضو يامن نفسه يعني. بس بامانه يعني انا بعد ما حصل الموضوع ده، اي حد انا بقول لاي حد معاه التليفون، رغم ان هو صاحبي معاه التليفون لحد دلوقتي بقاله سنين وزي الفل وفحته برضو عادي وشغال، بس انا بقول لاي حد معاه لسه التليفون لحد دلوقتي برضو انصحك ان انت تبيعه. حتى لو هو ما حصلوش اي حاجه، مش عارف انت ممكن يحصل لك كده في اي لحظه. انا حسيت بقى لما حصل لي الموضوع ده ان انا استخدامي نضيف جدا، فاي حد بيستخدم التليفون، اي حد تاني استخدامه هيكون اسوأ مني، عشان انا عارف ان استخدامي نضيف جدا جدا. يعني كل الكلام ده المفروض ان هي شركه محترمه كبيره تبع شركه كبيره جدا. فكره ان انت تبريد فيه مشكله، في مشكله في كل المودلز، عيب صناعه. فانت المفروض لا اما ترجع تاخد التليفونات من المستخدمين وتعوضهم، او ترجع لهم تليفون مظبوط، او تديهم موديل تاني، او ترجع لهم فلوسهم. ولكن انت تسيب كده خلاص رميت. لان الموضوع بجد تقريبا شبه حصل مع كل الناس، شبه حصل مع 90% من الناس اللي جابت التليفون. فيعني ايه اصلا؟ يعني انت تديني تليفون بايظ من الاخر يعني يعتبر، وفي الاخر خلاص انا اللي البس. يعني حاجه غريبه، حاجه غريبه جدا. فابقى انا خلاص انا ما بقتش اثق. يعني انا مش فعلا، انا ما عنديش ثقه في شركه بوكو خالص، ما عنديش ثقه فيها خالص، ومش هشتري حاجه من الشركه دي تاني. وانا يعني عامه انا قست من شاومي كلها، ومش هشتري برضو حاجه قوي شاومي. ولكن بصراحه حاجات شاومي مختلفه برضو، يعني حاجات اي تليفون ريدمي اي حاجه غير بوكو. يعني خليك، يعني لو انت هتجيب حاجه من شاومي خليك ما تروحش بوكو عادي، هات ريدمي نوت مش عارف كام بتاع، برضو احسن شويه. ولكن انا بعد الحركه دي اكيد انا مش هشتري من بوكو تاني، ومن احسن لي ان انا ببعد يعني عن ايه، عن شاومي. رغم ان احنا من ساعه موضوع البوكوهات دي، يعني البوكو اكس 4 برضو والبوكو اكس 3 والفتره دي ما سمعناش ان ده حاجه زي دي حصلت. بس خلاص هو الواحد بيحصل معاه حاجه شخصيه بيبعد بقى خلاص شكرا. ولكن طبعا انا يعني لو جات لي فرصه ان انا اجرب تليفون منهم اعمل لكم عليه ريفيو، ده طبيعي، ومش عشان ان انا هضحك عليكم ولا حاجه. ولكن انا بقى المفروض ان انا اجرب، والكلام ده لو حصل معايا او مع صاحب التليفون اللي انا جايبه منه او كده، اكيد هطلع اقول لكم على طول زي ما انا النهارده. انا مش عارف ليه انا بعمل الفيديو ده بعد اكتر من سنه تقريبا، جواه حاجه كده اللي هو انا كنت كريتور اصلا بحاول يعني وبتاع تك. فما ينفعش ان انا اطلع كده اعمل فيديوهات وخلاص وريفيوز. انا لازم انتوا حقكم عليا ان انا اطلع اتكلم برضو في الحاجات الوحشه وفي الحاجات دي. حسيت ان انا ما ينفعش اسيب الموضوع ده يحصل كده من غير ما اطلع اعمل عليه فيديو. بجد بكره الشركه دي من كل قلبي، يعني انصح اي حد ان هو ما يتعاملش مع الشركه دي على قد ما تقدر. وبس كده، دي كانت رحلة الشراء والبيع ورحلتي في القصة بتاعة شركة بوكو. فده كان فيديو كده مختلف يعني بندردش مع بعض.
اتمنى اكون ما اطولش عليكم، واتمنى تكونوا ما زهقتوش من القصه. ولكن يعني اظن الناس اللي هي معها التليفون انا قلقتها شويه، ولكن فعلا انا من رايي ان انت هتبيعه دلوقتي بسعر كويس جدا، وتزود عليه شويه مثلا وتجيب تليفون تاني اجمد منه. وبس كده، هي دي كانت كل حاجه في الفيديو. دي كانت قصتي وتجربتي مع البوكو اكس 3 برو. شكرا جدا على المشاهده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. بس كده، سلام.